صباح الحب، صباح الورد، صباح التيسير، صباح كل حاجه زوينه. من بعد ما هضرنا على الكاريزما الخارجيه غنهضروا على الكاريزما الداخليه، وهي اهم حاجه وضروري انك تفهميها وتخدمي عليها مزيان. وفيها 9 ديال النقاط البنات، 9 ديال النقاط كلهم مهمين، ما تزقلي حتى نقطه. اول حاجه الرزانه، او كيف ما كنقولوا بالدارجه ما تكونيش خفيفه وكتضحكي بلا وقت. نضحك معاك اوكي، ولكن فارضه حدودي على الناس. ما يمكنش لك انك تضحك معايا شي ضحك ما هواش، او انك تقلل من احترامي. انا هنا كنهضر على الرجال او على بصفه عامه الناس اللي هما ماشي اصدقاء ديالي. ثاني حاجه التواضع، ضروري انك تكوني متواضعه ومحبوبه عند الناس، ماشي النفلسمه والتكبر هو اللي غيعطيك الكاريزما، بالعكس هادشي غينفر الناس منك. ثالث حاجه تكوني ايجابيه، يعني انسانه متفائله كتبغي الحياه وطموحه. طبيعه الحال انا هنا ما كنقولش لك ما تحزني ما تقلقي، ولكن المود اللي كتعيشي به اغلبيه في الوقت ديالك هو مود الفرح. هنا غادي نعطيك واحد الفكره الا امنتي بها غتقدري تكوني ديما متفائله في هذه الحياه، وهي انك تامني بان اي حاجه كتوقع لينا هي خير من عند الله سبحانه وتعالى، وبان الله ما غيبغي لنا غير الخير. ومني غادي تكوني انسانه متفائله هادشي غيأثر حتى على حياتك الزوجيه وحتى مع وليداتك، لان حتى هما غيوصلهم نفس الفرح والحب والتفاؤل. رابع حاجه الوقفه ديالك، ضروري تكون واحد الوقفه اللي مستقيمه، يكون بطبيعه الحال الجسم ديالك مقاد، ما تكونيش مقوسه او دافعه صدرك لداخل من غالقه على راسك، او مقوسه ظهرك. ضروري انك تكوني واقفه وقفه مقاده، وكذلك بطريقه انثويه. انا هنا غنحط لكم في الجناب صور ديال الوقفات اللي خص ضروري تلتزمي بهم. خامس حاجه وهي الحضور ديالك. مني تكوني غتدخلي لشي بلاصه او غاده لشي بلاصه او شي عراضه او شي حاجه، شي ناس اللي انت داخله عندهم واللي كيعرفوك مثلا، خاصك دائما تكوني داخله مبتسمه وتكوني واثقه من نفسك. كيف كيقولوا ما تكونيش غاده كتعصري رجليك، تكون المستوى ديال العنق ديالك او ديال الوجه ديالك في نفس الارتفاع ديالك، باش كتبيني انك واثقه من نفسك. المشيه ديالك ضروري تكون واحد المشيه انثويه وتكون بهدوء، ماشي بحال مسخره للقيد مزروبه، غير بشويه عليك تكون مشيه كيف قلنا انثويه وبهدوء. سادس حاجه حركات اليد، ماشي مثلا توقفي تربعي يديك او ديري يدك في جيابك، لا. وكذلك كيبقى على حسب البلاصه اللي انت فيها. مثلا الا كنتي في القهوه مثلا او في ريستورون، ضروري ان يديك يكونوا فوق الطبله ما يكونوش تحت الطبله. كذلك ما تحاوليش انك تربعي يديك. هاد التربيعه ديال اليدين داروها للدراري الصغار في القسم باش يقدروا انهم يركزوا وينتبهوا اكثر، وانت هنا راك كبيره كفايه باش تقدري انك تنتبهي للانسان اللي كيهضر معك. بعدي على الحالات الشاده بحال مثلا انك جلستي تبداي تطرطقي في صبعانك او بدايتي تاكلي بضفرانك، فهاد الشيء كيبين بلي عندك توتر وعصبيه. في حاجه وهي الصوت، ما تحاوليش انك ترقي صوتك او تصطنعي، بالعكس خلي صوتك كيف ما هو، غير هو حاولي انك تدربي على انك تهضري بهدوء وكذلك بتبسيمه. ثامن حاجه وهي حاولي انك تكوني لبقه في الكلام. كاين واحد النوع ديال الناس كيف كنقولوا بالدارجه كيحشي لك الهضره، انت كتفهميه ولكن ما كتبغيش تهبطي للمستوى ديالو. فنصيحه مني ليك الا كنتي من هاد النوع اللي كيحشي الهضره او كيحاول يضر الناس بالهضره ديالو، حاولي انك تبدلي الكاركتير ديالك. فإلا كان هاد الانسان اذاك حاولي انك تجيه نيشان، والا ما كانش اذاك فما كاينلاش تحشي ليه الهضره، لان هاد التصرف كيبين بلي انت عندك عدم توازن في الثقه ديالك. تاسع حاجه وهي اخر نقطه عندنا وهي الجلسه ديالك. ماشي من المقبول انك تجلسي حال رجليك مثلا، ضروري ان الجلسه ديالك سواء ان رجلي، انا غنحط لكم هنا صور باش يبانوا لكم اكثر وتوضيح اكثر، سواء ان رجليك يكونوا مجموعين الجهه مثلا، او ممكن انك تحطي رجل على رجل ماشي مشكل، ولكن كيف قلنا كيبقى على حسب البلاصه اللي انت فيها. فمثلا الا كنتي مثلا في واحد الاجتماع مع ناس اللي انت خدامه معاهم، ما يمكنش ليك ديري رجل على رجل. كذلك الا كنتي جالسه مع ناس كبار مثلا في العائله، ما يمكنش لك ديري رجل على رجل. كتبقى الجلسه ديال ان رجليك يكونوا مجموعين لواحد الجهه بحال اليمين او اليسار كتبقى احسن جلسه، واللي هي اللي غنحط لكم هنا في الجنب.